آه، فكرتونا بالذي مضى. سألت نفسك قبل كده ليه لما بتسمع تتر مسلسل بوجي وطمطم ولا ليل وآخره ولا الضوء الشاعر ولا ذئاب الجبل تحس إن قلبك بيرفرف من جوه؟ وليه رغم إن أنت معاك أحدث أيفون بس لسه فاكر ملمس الزراير بتاع 3310؟ ولا أنت بقى مواليد التمانينات زيي هتبقى فاكر كابينة مينيتيل وكابينة رينجو والمنافسة اللي كانت بينهم وبين بعض؟ بتفتكر الحاجات دي وتقول ياه على البركة، مع إن أنت دلوقتي ممكن يكون حالك أحسن من الأول بكتير، وبدل ما كنت تاكل جبنة بقوطة دلوقتي بتاكل بيتزا، بس طعم الجبنة بقوطة في بُقّك اللي كنت بتاكلها في بيت أبوك، دلوقتي أحلى من طعم البيتزا. النهارده الحلقة بتاعتنا غير، النهارده إحنا هنتكلم عن النوستالجيا. أهلًا بيك في خُد نفس عميق مع الدوك. البس البيجامة الكاستور وخُد نفس عميق وتعالَ لي. بُص يا صديقي، إحنا واقعين في فخ علمي اسمه Rosy Retrospection، بالبلدي كده نظرة وردية للماضي. مخك ده مونتير شاطر جدًا، بس نصّاب شويتين. بيعمل إيه بقى؟ يجيب شريط حياتك القديم ويشيل منه الذكريات الوحشة، الملل والناموس والكهربا اللي بتقطع والقرف، ويسيب لك الحاجات الحلوة، اللمة الجميلة، الضحكة اللي من القلب الصافية. حتى لو افتكرت الكهربا اللي بتقطع، ما بتفتكرش الكهربا وهي قاطعة، بتفتكر الشتا واحنا قاعدين حوالين اللمبة الجاز بنتدفى وبرضه بنلعب، وبتنسى ان الكهربا كانت قاطعة تماما. يعني من الآخر انت ما بتحنش لزمان كظروف، انت بتحن لنفسك زمان، بتحن للنسخة منك اللي كانت مش شايلة هَم حاجة، ولا في إيميلات شغل، ولا في ضغط، ولا في مسؤولية، ولا في أقساط. يا دوك بس فعلًا الأكل كان طعمه أحلى بكتير، واللمة كان فيها بركة كمان. يا ميدو البركة اللي أنت بتقول عليها ديّة اسمها التحرر من عبء الاختيار. هو الاختيار عبء اساسا؟ آه، الاختيار عبء. لمّا تبقى الاختيارات كتير أوي، يبقى الاختيار عبء. أبسط خطك، زمان كان في القناة الأولى والتانية، دلوقتي في 100 منصة و300,000 فيلم و500,000 مسلسل. أنت أصلًا ممكن تقعد ساعتين تدوّر على الحاجة اللي أنت عايز تتفرّج عليها، وتتعب وتنام وما تتفرّجش على حاجة. كتر الاختيارات ده بقى بيعمل لنا شلل تحليلي وبيقتل المتعة. عارف يا صديقي ظاهرة التكلينيزم أو ظاهرة الانحياز المعرفي، دي دايمًا كانت تخلّينا نشوف الماضي وردي وجميل، ونشوف المستقبل مهبّب ب60 هباب ومنيل بنيلة. حتى أجدادنا كانوا يقولوا سَقى الله أيام زمان، يعني برضه كانوا بيشوفوا الماضي بتاعهم حلو وكانوا بيشوفوا المستقبل أسود ومهبّب ب60 هباب. الموضوع مرتبط بحاجة اسمها نوبة ذكريات أو reminiscence spam، والعلماء اكتشفوا إن سن من 15 ل25 سنة أكتر سن المخ بيسجل فيه ذكريات. ذكريات ها؟ فاهمني أنت طبعًا. ما علينا. وده ليه؟ لأن الفترة دي اللي هويتك بتتكون فيها. فمهما كنت غني دلوقتي أو حالك أفضل دلوقتي من الأول، هيفضل سندوتش الطعمية اللي فيه حتتين ترشي بطعم النصر، لأن هرموناتك وقتها كانت في السما. النوستالجيا مش وهم، دي آلية دفاعية. لما بنحس إن العالم دلوقتي سريع ومخيف ومادي بزيادة، بنهرب لحضن الماضي، بنروح للأغاني القديمة لأنها آمنة. إحنا عارفين نهايتها وعارفين إنها بتفكرنا بذكريات حلوة. إحنا مش بنحب زمان عشان ظروفنا كانت أحسن، معظمنا كان بيكح تراب. إحنا بنحب زمان عشان كان في تواصل إنساني حقيقي، مش متفلتر بشاشة. يعني من الآخر كان في بركة. في النهاية يا عزيزي البركة مش في السنين، البركة في الرضا باللحظة. الماضي مكان جميل تزوره، بس مكان خطر تسكن فيه، عشان لو سكنت فيه هتفوتك اللحظات اللي هتبقى نوستالجيا بعد 10 سنين من دلوقتي. قوم بقى سيب الموبايل واشرب كوباية شاي مع حد بتحبه، واستطعم جمال اللحظة والبركة بتاعت اليومين دول. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. وسلام.